تم القبض على المذيعة السابقة إنجي حمادة. وللي ما يعرفش إنجي حمادة هقول لكم كده معلومة صغيرة عنها. فاكرين فرح كروان مشاكل لما الدنيا كانت مقلوبة حرفيا رأسا على عقب، وطبعا دي حضرت بقى للشو وإن هي تبقى ترند وتبقى تاخد اللقطة زي ما بيقولوا. وحصل ما يحصل في الفرح ده من كل شيء منتهى قلة الأدب أيا كان، ما كله بيبقى ترند وكله عايز شهرة وصيت واستعراض قدام الناس وخلاص. طيب تم القبض عليها ليه؟ عشان حضرت فرح كرامة مشاكل؟ اكيد لا طبعا، الموضوع اكبر بكده بكتير. وايه اللي لقوها على موبايلها هيوديها في داهية حرفيا. انجي حمادة هي مذيعة سابقة من اللي على قدهم كده، وبتهمة ان هو اسفة ان هي بتنزل فيديوهات راقصة خادشة للحياء العام على صفحتها. ومش بس كده، ان الفيديوهات دي بتتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع. وطبعا لما عملوا تحريات عنها لقوا الكارثة ان هي اصلا مسجلة، وكمان الادهى من كل ده ان هي مسجلة وسوابق الدبل. يعني انا مش فاهمة ان يعني نوعيات زي دي مسجلين وعندهم سوابق ويبقوا مذيعين او بيطلعوا في مجال السوشيال ميديا وكده. انا مش فاهمة. يلا خلوها تنضف وكل بقى النوعيات دي تنضف من على السطح. طبعا بعد ما لقوا الحاجات دي والتحريات اللي عملوها عنها فقرروا ان هو يتم القبض عليها، وقبضوا عليها في بيتها في مدينة بدر. وطبعا بعد ما تم القبض عليها طبعا حاطين الصور الفيديوهات اسفة اللي لقوها في بيتها واللي معاها، ولقوا 3 تليفونات تاتش وليهم طبعا كاميرا على بتستخدمهم بقى في التصوير واللي بتعمله على صفحتها. وفحص الفيديوهات دي لقوا كل الفيديوهات الخادشة للحياء العام والمخلة على الموبايلات دي، دليل إدانة وش. وطبعا ما لقوش بس كده، ده كمان لقوا معاها كمية من الفلوس مختلفة الألوان، خضراء وحمراء، يعني بتحب تلون وبتنوع. انتوا شوفوا بقى الأخضر والأحمر دول تبع أنهي بلد وأنهي عملة، أكيد طبعا انتوا عارفين. كمية حلوة أوي من الفلوس يا جماعة لقوها في بيتها. مواجهتها بالفيديوهات اللي لقوها على موبايلها وبالتهم اللي بيتم توجيهها ليها، اعترفت باللي هي عملته وان هي بيتم تصوير الفيديوهات دي لتحقيق الربح والمشاهدات. وبناء على كده طبعا تم تثبيت التهمة عليها. والنيابة طبعا هما اولا حاجة انا باخد لكم كده بالتدريج ان هما حققوا معاها وهي اعترفت بكل حاجة، وكل حاجة بتسجلها على موبايلاتها وكل شيء يعني متثبت عليها. هما جزاء بما فعلته ايديهم ومن اعمالكم سلط عليكم. فطبعا تم توجيهها للنيابة وبيتم التحقيق معاها حاليا. انا بفرح اوي يا جماعة بجد لما الاشكال زي كده، سواء انجي او اي حد بقى من عينتها رجالة ستات، النوعيات ديت اي شيء مخالف للقانون ان هما بيتم القبض عليهم. هما بيحسبوا الدنيا سداح مداح وبيعملوا كده عشان مشاهدات وريتش وفلوس ويتشهروا، بس نهايتكم هيبقى القانون هيعاقبكم وهتتعاقبوا بما تستحقوه ان شاء الله. انا بحب اوي جملة حملة خليها تنضف. يلا عقبال اللي بعده. وهي بعد ما تم تحويلها النيابة لسه في انتظار ما اللي هتاخده. اتمنى ياخدوا والله عقوبات شديدة يا جماعة عشان يخافوا بقى والنوعيات اللي زي كده يختفوا تماما.